الشخص اللي قدامك ده كل يوم يفتح التلاجة ويلحس التلج اللي فيه، يفتح حوض السمك وياكل من السمك الزين، والسبب انه محبوس في قصر الرسام مشهور جدا. القصر ده فيه رسومات مشهورة وغالية جدا، والقصر ده متأمن بأجهزة أمن عالية، والشخص ده حرامي وقرر ان هو يدخل القصر يسرق رسمة غالية جدا. ساعتها أجهزة الأمان طلعت صوت الإنذار وقفلت كل أبواب وشبابيك القصر. الشخص ده حاول يتصل بأصحابه اللي كانوا معاه، لكن هم هربوا أول ما سمعوا صوت الإنذار. حاول يكسر الباب لكن اكتشف ان الباب مصنوع من حديد، وجهاز الانذار ده غير درجة حرارة القصر، خلى درجة حرارته عالية جدا. الراجل ده سمع صوت عربية ماشية بره، طلع يجري عند الباب ويحاول ينادي عليها ويزعق، بس للأسف محدش كان سامعه تماما. الشخص ده حاول يهرب بكل الطرق حتى عن طريق السقف، وجاب حاجات كتير جدا وحطها فوق بعض علشان يطول السقف، بس للأسف القصر كان عالي جدا ومعرفش يوصل للسقف. بالصدفة لقى شاشة جايبة كاميرات المراقبة في القصر، لقى واحدة جت علشان تنظف القصر، لكن في النهاية مستحيل تصدق ايه اللي حصل.